المغرب في خطر. هاد الكلمة اللي مكتوبة في العنوان ماشي مجرد استهلاك إعلامي أو كليك بيت كيف كيديروا القنوات العادية. هذه صيحة تحذير من قلب التطورات الحارقة اللي كيعيشها المغرب اليوم. واش عمرك سألتي راسك علاش بالضبط هاد الشخصيات الثلاثة اجتمعوا في هاد الصورة المريبة؟ اليوم وحصريا على قناة الشارع المغربي غادي نكشف لك حقيقة التموقعات اللي كتحاك في دهاليز السياسة الدولية المظلمة. ماشي صدفة أبدا أننا نشوف هذا الضغط في جبهات متعددة في نفس التوقيت. كاين مخطط مدروس كيتنفذ دابا، وحنا غادي نكشفوا خيوط هذه اللعبة اللي كتحاول تحاصر المملكة في زاوية ضيقة. واش المغرب كيعيش محاولة تطويق استراتيجي كيشبه لشي سيناريوهات شفناها في دول أخرى سقطت، ولا هالتحركات مجرد ضجيج ما عنده حتى معنى؟ المشكل أن هذا الضغط مدروس باش يخلي المغرب رد فعل عوض ما يكون صانع للقرار. واش مستعدين تعرفوا شكون المحرك الحقيقي لهذا السيرك الدولي؟ ماشي وقت التحاليل السطحية ديال الجرائد، خاصنا نهضروا بالمنطق ديال الميدان ونشوفوا شنو كيدور خلف الكواليس ديال القوى الإقليمية. كاين مهمة سرية تقسمات الأدوار فيها بدقة. الهدف ماشي هو الحوار الدبلوماسي اللي كتشوفوه في التلفازة، الهدف الحقيقي هو خلق نقطة ارتكاز جديدة باش يزعزعوا الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا كاملة. هذه المهمة ما عندها حتى علاقة بالدبلوماسية التقليدية، هي حرب باردة جديدة كتستعمل فيها كل الوسائل، من الضغط الاقتصادي المباشر لزعزعة الأمن القومي. المعلومة اللي عندي دابا من مصادر خاصة كتدل على وجود تنسيق موازي كيمشي عكس التيار ديال التصريحات العلنية اللي كيخرجوا بها هاد الشخصيات. إلا عرفتي شكون اللي كيمول هاد التحركات ومن وراء الستار غادي تفهم علاش المغرب واخد هاد الموقف الصارم والغامض في هاد الأيام. واش عرفتي شكون المحرك الحقيقي لهاد اللعبة اللي باغا تجر المغرب لمواجهة خاسرة؟ هذا الفصل غادي يكون صادم، حيث غادي نجبدوا ملفات حساسة بزاف. كاين محاولات حقيقية لاختراق العمق المغربي، ماشي بالجيوش والدبابات اللي غنشوفوها، ولكن عبر اختراق استراتيجي لقطاعات استراتيجية حساسة ومؤسسات كانت ديما محمية. كاين تقارير استخباراتية كتدوي على جيوب مقاومة في مؤسسات حيوية كتحاول تعرقل مسار القرارات السيادية ديال المغرب وتخلق ارتباك داخلي. هاد الناس اللي كيدوروا في فالك هاد القوى اللي في العنوان عندهم أجندة واضحة ومسطرة، خلق بلوكاج داخلي باش يضعفوا الجبهة المغربية في المفاوضات الدولية الكبرى. هاد الاختراق ما بداش اليوم، هو نتيجة تراكمات سرية دامت سنوات فخاء، ودابا عاد بانت النتائج ديالها بوضوح. هل تعتقد أن المغرب غافل على هذا الاختراق، ولا راه كيستعملوا كطعم باش يطيح بيهم واحد بواحد في الفخ اللي نصبوا لينا؟ نساو الخريطة اللي كتشوفوا في التلفازة، كاين خريطة تانية مخفية كيرسموها الآن بدقة جراحية. هذه الخريطة كتركز على نقاط الضعف في المحيط الإقليمي للمغرب، وكتحاول تحول الدول المجاورة لقواعد خلفية للضغط على الرباط ومحاصرتها. الهدف هو عزل المغرب عن عمقه الإفريقي ووضعه في مواجهة مباشرة مع أزمات مفتعلة في حدود الشرقية والجنوبية في آن واحد. هذا السيناريو كيتنفذ بتمويل سخي وبغطاء سياسي كيمارسوا هاد الشخصيات اللي في العنوان بشكل يومي. ملي كنهضر على خريطة أنا كنهضر على تحركات ميدانية كتقوم بها أجهزة استخباراتية باش تفرض واقع جديد على الأرض. هاد الشيء كله باش يخليو المغرب يركز غير على حدوده وينسى طموحاته الدولية. واش المغرب يقدر يكسر هاد الحصار قبل ما يكتمل بناؤه، ولا احنا في انتظار ضربة قاضية؟ ما كاين شي حاجة سميتها أزمة اقتصادية عفوية في هذا الوقت الحساس، كاين حرب اقتصادية منظمة. خلف الكواليس كاين محاولات لضرب العملة الوطنية وضرب سلاسل التوريد الحيوية للمملكة باش يخلقوا غضب شعبي يسهل عليهم السيطرة على القرار السياسي في المستقبل. هذا الشيء كيدار عبر شركات الواجهة تابعة لهذه الجهات اللي كتخدم في المغرب بأسماء مغربية، ولكن الأجندة ديالها خارجية بامتياز. هذه الحرب الاقتصادية كتستهدف بالأساس السيادة الغذائية والطاقية للمغرب باش يولي تابع للقرار الخارجي. إلا فهمتي هاد اللعبة غادي تفهم علاش المغرب كيتحرك بسرعة باش يغير تحالفاته الاقتصادية بشكل راديكالي. فكر مزيان، واش هاد الارتفاع المهول في المواد الاستهلاكية مجرد صدفة عالمية، ولا ضربة موجهة لميزانية المواطن البسيط باش يشك في قيادته؟ بزاف فيكم كيسحب لهم التحالفات هي اتفاقيات كتوقع قدام الكاميرا بابتسامات مصطنعة، لكن الحقيقة هي تحالفات تحت الطاولة. كاين تقارب سري غريب بين أطراف المفروض يكونوا أعداء تاريخيين، غير باش يواجهوا النفوذ المغربي الصاعد اللي بدا كيقلق مضاجعهم.
هاد التحالفات كتدوز عبر وسطاء مأجورين كينشطوا في المحافل الدولية وفي الداخل المغربي، كيوصلوا رسائل مشفرة. الهدف هو خلق جبهة معارضة دولية كتشوه سلطة المغرب في ملفات حقوق الإنسان والسيادة باش يحبسوا تدفق الاستثمارات النوعية. هاد التحالفات عندها عمر افتراضي قصير وغادي تنفجر من الداخل حيث مبنية على المصلحة ماشي المبدأ. ولكن السؤال الخطير اللي خصنا نطرحه هو شكون اللي كيرعى هاد التحالفات دابا وشكون اللي كيغديها بالمعلومات والمال؟ ما كنتكلمش هنا على خلايا إرهابية بالمعنى التقليدي، بل خلايا نائمة داخل مفاصل الدولة، مهمتها هي التخريب البطيء والمنهش. هاد الناس كيشغلوا مناصب حساسة وكيحاولوا يمرروا قرارات كتعكس التوجهات الملكية والسيادية الكبرى للمملكة. كاين تنظيف صامت كيتنفذ دابا في عدد من الإدارات والوزارات باش يقطعوا الطريق على هذا الاختراق قبل ما يوصل لمرحلة الخطر. هذا الملف هو الأخطر حيث كيضرب المغرب من الداخل، كيعطيك إحساس بأنك كتحارب عدو كتعرفه، ولكن هذا العدو راه جالس معك في المكتب. هاد الخلايا عندها خط اتصال مباشر مع الجهات اللي في العنوان وكيتلقاو تعليماتهم عبر قنوات مشفرة معقدة. واش هاد التنظيف كافي باش ينهي الخطر ولا الخيوط متشابكة لدرجة أكبر بزاف؟ المغرب اليوم في مرحلة كسر العظم، والضغط اللي كتشوفوا دابا هو قمة الهرم، يعني ما كاينش كتر من هادشي اللي يبان. المغرب واخد قرار تاريخي بتغيير قواعد اللعبة بصفة نهائية ومستعد يواجه الجميع بلا ما يرمش. كاين استراتيجية جديدة غادي تبان نتائجها في الساعات القادمة، استراتيجية كتقوم على الهجوم الاستباقي ماشي غير الدفاع والانتظار. اللي ما كيعرفوش هاد الناس اللي في العنوان هو أن المغرب كيملك أوراق ضغط حقيقية، أوراق كفيلة بأنها تخليهم يراجعوا حساباتهم في ظرف أيام قليلة. حنا قدام تغيير جذري في الدبلوماسية المغربية، وهذا التغيير غادي يخلي بزاف ديال الأقنعة تطيح وتكشف الوجوه الحقيقية. واش بغيتي تعرف شنو هي الورقة اللي غادي تقلب الطاولة على الجميع وتخليهم يبانوا بحال تلامذ المبتدئين؟ هاد السيناريو اللي كيطبخ دابا في المطابخ الدولية ضد المغرب فيه غلطة فاتحة وقعوا فيها هاد الأطراف، وهي استصغار المغرب. الغلطة هي أنهم كيتعاملوا مع المغرب بعقليات سنوات التسعينات وما عارفينش أن المغرب اليوم كيملك أدوات ردع تكنولوجية ومعلوماتية ما كايناش في الحساب ديالهم. كاين تواصل مباشر بين مراكز القرار في المغرب وقوى دولية كبرى، تواصل كيتجاوز هاد الشخصيات اللي في العنوان تماما. هاد اللقاءات السرية هي اللي غادي ترسم خريطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ال10 سنين الجاية، والمغرب لاعب أساسي ماشي مجرد تابع كيف كيحاولوا يصوروا لنا. هل تتوقع أن المغرب غيبقى صابر على هاد الاستفزازات ولا غيجي وقت الرد القاسي اللي غيقلب الموازين ويخلي ليهم صدمة عمرهم ما ينسوها؟ دابا بعد ما فهمتوا هاد التفاصيل كلها، كاين معلومة واحدة أخيرة هي اللي غادي تبين لكم الصورة كاملة. هاد الصور وهاد الضغط اللي كتشوفوا دابا هو في الحقيقة مسرحية باش يغطيو على حاجة أكبر بزاف كتحضر ليها المملكة في إفريقيا جنوب الصحراء. المغرب كيبني إمبراطورية اقتصادية غادي تخليه القوة الأولى في إفريقيا، وهذا الشيء هو اللي مخلاهم ومخليهم يديروا هذا الضجيج. هذا الضغط هو رد فعل ديال المدعور ماشي ضغط ديال القوي الواثق من راسه. خليكم معنا حيث الفيديو الجاي غادي نكشفوا فيه بالوثائق والأسماء شكون اللي كان كيمول هذه الحملة الإعلامية ضد المغرب من الداخل، وغادي تصدموا ملي تعرفوا شكون هما. واش عرفتي علاش بالضبط دابا؟ الجواب غادي يكون صادم أكثر مما تتخيل. غنخليكم مع هذا التساؤل حتى الفيديو الجاي. يتبع.